واش راح نقول لك اليوم ماشي خبر عادي. هذا الخبر ممكن يبدل حياتك المعيشية كاملة في 2026. زيادات، إعفاءات وتحولات كبيرة، لكن السؤال هل فعلا راح نحس بالفرق ولا مجرد وعود؟ خليك معايا للآخر لأن التفاصيل راح تصدمك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء وين ما كنتوا، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. خبر اليوم فيه جرعة أمل كبيرة ويبين باللي كاين تغيير حقيقي جاي في الطريق. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، خاصة وأن الأخبار الجاية راح تمس حياتنا اليومية بشكل مباشر. نبدأ الموضوع مباشرة. قانون المالي 2026 عام مختلف تماما. السنة هذه مش كما السنوات اللي فاتت، لأنها تمثل بداية مرحلة جديدة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كان توجه واضح نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطن، خاصة بعد موجة غلاء المعيشة اللي شفناها. ميزانية ضخمة غير مسبوقة. الدولة هذا العام خصصت واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخها، وهذا مؤشر قوي باللي كان إرادة حقيقية لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطن. الزيادات في الأجور ولكن بطريقة ذكية. الزيادة ما جات بشكل عشوائي بل بطريقة مدروسة. أولا رفع الحد الأدنى للأجور، ثانيا رفع النقطة الاستدلالية وهي أساس حساب الراتب. ببساطة كي تزيد النقطة الاستدلالية الراتب كامل يطلع. كانت 45 دينار جزائري وراح تترفع إلى 52 دينار جزائري، وهذا فرق معتبر خاصة لأصحاب الدرجات العالية. والأهم كاين اثر رجعي، يعني حتى الشهور اللي فاتت راح تتحسب في الزياده. لكن السؤال الحقيقي هل هذه الزيادات كافيه؟ الجواب نعم، لكن بشرط لازم تكون مرافقه بمراقبه صارمه الاسعار، لانه اذا زاد الدخل وارتفعت الاسعار المواطن ما يحس بحتى فرق. إذن كاين قرارات مهمة تخص تعويضات الجنوب والهضاب والمناطق النائية توصل حتى ل 80% زيادة، وهذا باش الدولة تخلق توازن وتدفع الناس يخدموا في كامل التراب الوطنية. منح جديدة وتحفيز الأداء. منحة المردودية راح ترتفع. إدخال منحة جديدة، منحة الأداء المهنية، يعني اللي يخدم مليح راح يتحفز أكثر، وهذا توجه جديد قائم على الكفاءة ماشي غير الحضور. مفاجأة قوية لأصحاب الدخل الضعيف، إعفاء ضريبي كامل الناس اللي دخلهم أقل من 5 ملايين. واش معناها؟ راتبك الصافي راح يزيد مباشرة بدون ما تحتاج حتى زيادة رسمية. وماذا عن المتقاعدين؟ الدولة ما نستهمش، بالعكس دعم كبير لصندوق التقاعد، زيادات مستقبلية محتملة. الزيادات في الأجور اليوم تساوي زيادات في التقاعد غدا. علاش تأخرت الزيادات؟ بكل بساطة العملية معقدة وتحتاج إعادة حساب شاملة لكل الأجور والتعويضات، وزيد الدولة حابة تتفادى التضخم وتطبق الإصلاحات بشكل تدريجي. 2025 كان عام التحضير، و2026 هو عام التطبيق. ابتداء من شهر افريل راح تبدا الزياده تدخل حيز التنفيذ تدريجيا. خلاصه الفيديو اللي راح صار اليوم ماشي مجرد زيادات بل تغيير كامل في السياسه الاجتماعيه، دعم القدره الشرائيه، تحقيق العداله الاجتماعيه، تحفيز العمل والانتاج. لكن النجاح الحقيقي يبقى مرتبط بالتطبيق على ارض الواقع. دروك نحبك تسمع رايكم. هل تشوفوا هذه القرارات كافية ولا ما زال لازم خطوات أقوى؟ ما تنساوش لايك الفيديو واشتراك ومشاركة مع أصدقائكم باش تعمل فائدة. ربي يحفظ بلادنا ويزيدها خير وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.